السلام عليكم احبابي في الله، كيف الحال؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، اموركم مزيانه، احوالكم طيبه. يلقاكم هذا الفيديو نتوما في تمام الصحه والعافيه. فيديو جديد، وصفه جديده ان شاء الله. غنشارك معكم افكار. بما اننا كنبقاو كنفكروا شنو نديروا للفطور، فاليوم جبت لكم افكار اللي ممكن تفيدك. نتمنى ان الفيديو يفيدك. عندنا بسيطات معمرين، عندنا بغرير معمر وغراتان اللي بواحد الطريقه كيجي رائعه على غير المعتاد، كيجي لذيذ ومن اروع ما يكون. جربيه وردي عليا. ندوزو على بركه الله نشوفوا الطريقه والتحضير. عندنا في الاول غادي نحضروا البسيطات مع بعضنا كيف ما كتشوفوا. عندي هنايا كيلو ديال صدر الدجاج، عفوا كنفضل انني ناخذ هكا صدر احسن ما كتاخدي الدجاجه كلها، يعني تيكون فيها شويه ديال ما تكونش اقتصاديه. صافي كيف ما كتشوفوها ما شاء الله فيه. فانايا ضفت الملحه من بعد ما غسلته وخليته تسقطر مزيان. ضفت الملحه، ضفت خرقوم معلق، سكينجبير، ونص معلقه ونص معلقه ديال الابزار، ما كنكثرش البزار. هنا ضفت نص كاس ديال الماء، والسر ديال لذة اكثر وهي معلقه من التوابل ديال السمك. كتجي هاد البسطيله لذيذه البنات، صدقوني جربوها وردوا عليا. رقدت واحد ساعتين، من بعد درتو في الكوكوط وغادي نضيف ليه اولا جميله اللي بغيتي. غادي نضيف ليه كاس من الزيت، الافضل يكون مخلط زيت بلديه او روميه، انا نسيت ودرتو كله رومي. هنا عندي معلقه ديال المعدنوس وجوج بصلات يكونوا كبار مشلضين رقاق. عندي راس معلقه السمن، عندنا السمن حار، شويه ديال زعفران شعره الا ما كانش ديري ضامه ديال الزعفران. كيعطيها البنه البسيطلات صراحه زعفران. هنا عندي معلقه صغيره ديال القرفه، ودرت كل شيء يتشحر مزيان. السمن كندير راس معلقه لان عندنا مجهد، انتي وعلى حسب السمن اللي عندك. هنا درت الزيت في مقله يكون بارد، وغادي نقلي اللوز بالقشور ديالو. صدقوني كيجيو بسيطلات بواحد المذاق ولا اروع. جربيها بهذه الطريقه وردي عليا الخبر. ومن بعد غادي سديت على الكوكوط، مرقت ليها الجهد اللي غادي يطيب فيه الدجاج، وسديت عليها وخليتها. ودابا نقلي في هذا اللوز. ملي تنحس به بدا تيشد اللون ديالو كنحيدو باش يكمل طياب في داك الزيت اللي في داك السخونيه اللي فيه، فتيزيد يكمل. صافي من بعد هنا حيدت الدجاج من داك المرق لقيتو طاب. وهنا بقات عندي هاد الغميره، غادي نضيف شفتوا تيجي فتي ورطب لذيذ. ما تشبعوش من هاد البسيطات، غير جربوهم بهاد الطريقه وردوا عليا الخبر في الكومونتير. هنايا غادي نضيف واحد جوج معالق ديال السكر حبيبات، الا كتبغي الحلاوه ضيفي حتى 3 معلقه صغيره قرفه. راه درنا معلقه في الطياب ملي بغى يطيب، ما رقدتوش فيها لان كتطلق المروره حتى بغيت نردو عاد درتها. ودابا زدت معلقه صغيره. هنا ضفت كميه من تقريبا واحد الكاس ديال الزبيب، يا اسود او لا ابيض. وهنا عندي 6 ديال البيضات، كنحرك داك المرق حتى كيبدا يتقلص ليا. وغادي نبدا نضيف بالبيضه. من الاحسن بنات باش ما تطلقش لكم هاد الحشوه الماء، وباش تكون يعني رطبه وفي نفس الوقت يعني فازقه وفي نفس الوقت ناشفه، كتجي لذيذه. هي كنزيدو بيضه بيضه. الا ضفنا البيض دفعه واحده فكتخسر لينا هاد الحشوه، ما كتجيش زوينه الحشوه ديال البسطيله بهذه الطريقه، سواء في الكبيره او لا في الصغيره. بيضه بيضه، هذا السر ديالها باش كتوقف وكتبقى غير ديك الزويته. صافي غادي نبقى نحرك، كنضيف بالبيضه وكنحرك حتى داك البيض ينسجم ليا مع الدغميره وتبقى. وفي الدغميره راه غادي نضيف ليها مازال القزبر. كنت درت معلقه في الطياب معدنوس عفوا. غادي نضيف 2 معالق ديال المعدنوس والقزبر دابا بجوج، وغنحرك مزيان صافي حتى تنشف، حتى كنلقى غير الزويته هي اللي كاينه. شفتوا صافي ما بقاش فيها قطره د الماء، فقط الزيت اللي طاب فيه الدجاج. وهنا عندي اللوز من بعد ما برد، فانا طحنته على هذا الشكل. كيجي واحد غير ملي كتبداي تطحنيه كيعطي واحد الريحه يا سلام، كتبقى في الدار كامله. غادي نضيف ليه معلقه عامره صغيره ديال القرفه،
وجوج معالق ديال السكر حبيبات. البنات البسطيله راه كتبغي تكون ما بين الملوحه والحلاوه، لذلك انا درت جوج معالق. هنا كتجي الحلاوه ديالها معتدله. الا كتبغي الحلاوه ضيفي اكثر، ديري 3 مع البيض و3 ولكن ما تنفضلهاش لان كتجي الحلاوه طاغيه على الوجود ديال المكونات اللي حنايا استعملنا، وبالتالي فما كنبقاوش نحسوا بالمذاقات اللي عندنا. صافي هنايا من بعد ما فرتت داك الدجاج وغادي نضيف ليه من بعد ما درتها في الشبكه تسقطر كيخرج منها غير الزيت. هاد الحشوه اللي كطيب بيضه ببيضه كيبقى غير الزيت هو اللي تيتقطر. صافي غادي نخلطها باش هكا تكون عندي واحد الحشوه اللي هي فازقه، ما تكونش ناشفه. الا كنتي بغيتي ديري طبقه بطبقه، يعني طبقه دجاج طبقه ديال هاد البيض، فكناخذوا قبل ما نزيد نضيفوا البيض لذاك المرق كنهزوا واحد القليل من داك الدغميره. ملي نفرتوا الدجاج فكنخلطوه مع داك الدجاج باش ما يجيناش الدجاج ناشف في الماكله ديالو. من البسيطلات الصغار كنفضلهم بهذه الطريقه من الاحسن، كيجيو تاريين وتيجيو يعني ملي تاكليهم ما تيجوكش ناشفين. صافي هنايا غادي نبدا نمونطي في البسيطلات. كنشد الورقه كنقطع على 4 الورقه الكبيره وكنديرها ما بين الزبده والزيت، وكيف ما كتشوفوا كندير الحشو لتحت، الحشو عفوا، وكندير معلقه كبيره ديال الخليط اللوز مع القرفه والسكر. كنطوي بهذه الطريقه. انا غادي نعاود نوريكم بشويه باش تفهموا، نقرب الكاميرا اكثر. فهذا فيه 7.5 القطر ديالو، ولكن ملي شافتو ماما قالت لي لا هذا صغير بزاف، كتبغي العبار يكون شويه كبير. فغادي نحيدو، غادي ندير غنخدم بواحد اخر فيه 10 في القطر ديالو. صافي الورقه ديال البخار واخا هذه ما صراحه واخا ديال البخار ما عجبتنيش، ولكن المهم سلكت بها وقاديت بها. وصافي كنجمع على هذا الشكل. حتى هادو راه كيجيو حلوين يعني في الحطه تيجيو زوينين في المنظر ديالهم. درت منهم غير شي حاجه. صافي ومن بعد دابا غادي ندوز لهاد القطر هذا اللي فيه 10. كيف ما كتشوفوا كنشد الورقه تندهنها، الورقه الكبيره كندهنها مزيان ما بين الزبده والزيت. الا درتو غير الزبده بوحدها راه ما كتجيش مقرمشه، من الافضل الزبده والزيت او لا زيت. الا بغيتي ديري غير الزيت لك الاختيار، ولكن يفضل ويستحسن تكون بالزبده والزيت، من الزبده بوحدها لا. وصافي غادي نبدا نضيف الحشوه هي كطبقه اولى كيف ما كتشوفوا معايا. ما عجبتهاش هذيك صغيره. حتى في الحلويات الام ديالي ما شاء الله تتبغي الحلوى تكون شويه كبيره، ما تبغاش تكون صغيره. الله يخليها لي ويحفظ لكم امهاتكم يا ربي. وصافي هنايا غادي نضيف 2 معالق ديال اللوز لان هذه كبيره. بالنسبه للوز راه تقريبا في الاول درت 300 غرام، بعد زدت 200 غرام لان ما قدنيش، باش تعرفوا العبار اكزاكت. هاد الحشوه راه ما شاء الله راه تتخرج خير الله. شفتوا كيفاش كتكون العقده متماسكه ماشي ناشفه ملي تتخلطيها. صافي بالطريقه اللي قلت لكم فكتجينا زوينه. ملي تكوني تاكلي فيها تتحسي بواحد اللذه رائعه البنات، خصوصا مع هاد اللوز اللي قلت لكم هكا بالجلود ديالو تتقليه، يعني ما تحيديش ليه ما تتفسخيش. صافي هنا غادي نبدا نلوي. شوفوا الطريقه، كنجر بحال اللي كندير بلي وكنحط صبع، كنطوي كنحط صبعين زكي بهذا وكنجر الجهه الاخرى. الا عندي شي فائض فانا كنحيدو هذه فيها شويه العجينه. داكشي اللي قلت لكم ما عجبتنيش هذه المره. كنحط صبعي تنطوي، تنحط صبعي تنجيب الاخرى نحط صبعي. كيف ما كتشوفوا كندير دي بلي بحال ما هكا. وهذاك الاخر كندخلو بهذه الطريقه. كنظن ان لا فيديو شارح نفسه وكل شيء واضح. غادي نجيب قطعه اخرى هذه جات يعني بعقلها بعقلها ماشي حمقى.
يعني جات بسطيله اللي ما شاء الله. وكيف قلت لكم راه كتخرج ما شاء الله كميه كبيره. وصافي من بعد ثاني غادي ندورها بنفس الطريقه، كنبقى تنطوي فيها وتنشد بالصبع ديالي باش هكا تحافظ. حاجه مهمه انا ما تندير لا بيض لا طحين، لان كنعرف كيفاش نتعامل معها في الطياب، ففي الاخر غادي نوريكم ملي غطيب انها مسوديه كانك دايره ليها البيض او لا. حاجه وحده الا كانت مثلا شي حد اللي بغاها وغيطيبها في الدار وهذا وقال لي صيبيها، فداك الساعات عاد كندير ليها يعني البيض ولا الطحين باش كنسوديها. ومن الاحسن هاد البسيطلات يتسوداو بالبيض. غادي نكمل معكم وحده اخرى باش تشوفوا بطريقه يعني مبسطه. كتمشي ليا الهضره معرفش. نضيف حتى كنكمل داك يعني القاع ديال ديك الدائره تكون متساويه وتكون مي تتعضي، يعني تتعضي اللوز وتتعضي الدجاج. من بعد ما غادي طيب فانا غادي نوريكم الشكل ديالها. وما شاء الله كتجي مقرمشه ولذيذه البنات، صدقوني ديروها بنفس الطريقه وردوا عليا الخبر في لي كومونتير. ما تنشاركش معكم اي حاجه، وانما كنشارك وصفات اللي انا متاكده منهم واللي مجرباهم وما تنشبعوش منهم صراحه. هاد البسطيله غادي تولي معتمده عندك. صافي كيف ما شفتوا هنا غادي نبدا ثاني نطوي. انا خليتها زدت معكم وحده اخرى باش تكون الفكره واضحه. ملي تنبرك بصبيره تنحاول نورك به باش هكا كتسودا. ملي غادي نقلبها عادي، حيت ما غاديش نقليوها ولا هادي راها بسيطلات ديال الفران. حتى البريوات اللي تندير الفران ولا سيجاره ما تنسوديهم لا بطحين لا بوالو. تندخلهم مباشره يعني يطيبوا حيت في الفران. مازال الا بغيت نقلي اللي تنسوديهم اولا كيف قلت لكم غادي يعني كيكونوا كوموند ديال شي كليان ولا شي كليانه، تنحاول نخدمهم كيما باش حيت ما تعرفيش كيفاش غادي طيبهم تحلوا ليها تقول لك خدمه ناقصه. صافي انا كنطوي كنسد. كنظن ان الطريقه مشروحه مفهومه كل شيء واضح، فنتمنى انني نكون وصلت الفكره كيف ما هي، وكنقص داك الفائض اللي تيكون الا كانت يعني طويله. وصافي وهذا هو الشكل ديالها. هاد لي شيت هادو ديال الورقه راه ما تنلوحهمش، تنجمعهم تندير لهم شي نهار نشارك معكم الفكره. حتى حاجه ما تضيع، الاقتصاد. هذا هو الشكل ديالها. وصافي دابا غادي نكمل. ديجا انا راه كنت درت بالصغيره، غادي نكمل بهذا الحجم هذا حتى نكمل الحشوه اللي عندي كامله. وغادي نحاول نثقبها من الفوق بواحد كيردون هكا ولا ابره تكون معقمه. كندير لهم واحد جوج تقيبات هكا باش ما الورقه ما تفرقعش. كيف ما كتشوفوا شوفوا من التحت انا ما درت والو، مسوديه راسها. والطريقه راه كتبان لكم الطويه بقات هي ما ديفورمات ما حتى شي حاجه. صافي هنا غادي نزينها بالقلم من القرفه. بغيتي ديري العكس ديري السكر عاد القرفه، فلك الاختيار. ما تنبغيوش الحلاوه بزاف بها كنديروا هذه الطريقه، يعني العكس. واخا راه كثرت فيها انا اليوم، زعمت شويه الحلاوه فيها. وكان هذا هو الشكل. وكيف ما سمعتوا القرمشه ديالها كيفاش كتجي الورقه، وها هي تتبان لكم الطبقه ديال اللوز باينه، الطبقه ديال الدجاج، فكتجي خطيره البنات ومعلكه ومقرمشه، شي حاجه توب توب. جربوها وردوا عليا كيف قلت لكم. هنا غادي ندوزو الوصفه الثانيه اللي هي غراتان بطريقه مختلفه تماما على لي موانفيل. فكتجي بطريقه
يعني هي طريقه سهله ولكن الفكره ممتازه. هنا ضفت درت 2 معالق ديال الزبده مع معلقه ديال الطحين وحركتهم مزيان حتى انسجموا، وضفت ليهم نصف لتر من الحليب. غادي نبقى نحرك باستمرار، وغنضيف القليل من الملح قليل من الابزار. وها هي البيشاميل عندنا واجده. هنا غادي نديرها في القاع ديال الاناء اللي غادي تقدمي فيه هاد الكغاطان. وهنا عندي بطاطا اللي سلقتها نص سلقه، قطعتها هكا رقيقه وسلقتها نص سلقه وخليتها نشفات مزيان ودهنتها بالزيت ودخلتها للفران تقلات. كتجي يا سلام لذيذه بزاف، غير مع مليحه وشويه ديال الابزار، غير قليل من الفلفل الاسود. صافي غادي نفرشها كيف ما كتشوفوا. وبالنسبه للدجاج فانا كنديرو بحال اللي باغا ندير الدغميره، يعني كيطيب بالعطريه ديالو بالتوابل ديال الدغميره مع راس معلقه ديال السمن، وكنطيبوها بالعطريه اللي بزار الخرقوم على حسب الكميه الدجاج اللي عندك. الفلفل الاسود، انا ما تنكثرش منه. خرقوم عرق وكتطيبيه مزيان تيدغمر في واحد البصله اللي تكون كبيره مشلضه كيف ما كتشوفوا. من بعد كناخذ ديك الهبره تنفرتتها اولا الدجاج نحيدو ليه العظومه، وكنلاقيو هنا كان عندي صدر والفخوده. كنلاقيو هكا ملي كنفرتو تنشدو داك الدغميره وتنخلطوها مع هذاك باش كتولي عندنا واحد الحشوه اللي هي يعني زوينه لذيذه بزاف. هاد الطريقه غير جربوها البنات وردوا عليا الخبر، راه كتجي خطيره في اللذه. صافي منا فرقت، وهذا هو السر ديال هاد الكراطه اللي كيجيب هاد اللذه احسن من اننا نسوطيو يعني داك الدجاج في المقله وعاد نديروه. صراحه هاد الطريقه هذه من نهار جربتها كتعجبني، ما بقيتش كنستغنى عليها. صافي من بعد درت البيشاميل، درت الفرماج احمر والفرماج موتزاريلا، وغندخلها للفران طيب كيف ما كتشوفوا. راه غير شويه وتنخرجها ماشي بزاف لان كلشي طايب. وكان هذاك هو الشكل ديالها. هنا غادي ندوز البيتزا. العجينه ديالها غادي نقولها لكم باختصار، ما بغيتش نكثر عليكم ونطول الفيديو. عندي 3 ديال الكؤوس بقياس العنبه ديال الفرص، غربلتهم ضفت لهم شويه ديال الزعتر، شويه راس معلقه ديال الابزار، 3 المعالق ديال زيت البلديه، ومعلقه صغيره ديال السكر مع معلقه صغيره ديال الخميره الفوريه. درتهم في كاس ديال الماء حتى ضاعف لي الحجم، وخلطت بها وزدت نص كاس. يعني هاد المقادير كيهزوا ليا كاس ونصف من الماء، كتكون العجينه خفيفه. وصافي كنخليها ترتاح. الله يجعلك ما تخليها حتى 4 سوايع ماشي مشكل. ملي تبان لك مثلا بدات كتفيض على الاناء اللي هي فيه، حاولي انك تخرجي من داك الهواء وتعاودي تغطيها وتخليها، حيت كتبغي تبقى هي الاخرى باش كتبقى شاده. انا واخا هكاك خليتها زعما هي الاخرى، ولكن بالي انني ساليت قلت زعما نحيدها ملي ما كتحطيهاش هكاك سخونه، واخا كتكوني دايره فيها الفرماج يعني بكثره فكتبرد. الا بقات واحد غير نصف ساعه ولا ساعه هكاك طيبه كيولي يبان لك بحال اللي ما فيهاش فرماج. فهنايا صافي زينتها، راه كيبان لكم كلشي في في الفيديو. دخلتها طابت كيف ما كتشوفوا، كتجي عجينه خطيره. هنا عندي سلطه فخوي. المهم شاركت معكم هكا طبيلتنا والافكار، يمكن لك تاخدي اللي بغيتي، ولكن صدقيني والله الا عطيتك شي حاجه اللي لذيذه وزوينه. فهنا عندي 2 ديال التفاحات مع 3 ديال البنانات. ديما كنكثروا شويه التفاح على البنان باش ما تجيناش الفروي يكون قاصح. و2 ديال التفاحات يكون داك التفاح اللي مرمل. هنا عندي واحد 8 ديال الفريزات يكونوا كبار، وكاس ديال يوغورت. كيف ما شفتوا انا درت طوندار، ما كندير حتى شي ماركه، مي هذا تيعجبني. اولا ديري ديال البنان حتى هو تيجي زوين. وإلا عندك حتى الريب ضيفي واحد نصف كاس حتى الكاس لاروب ديال الريب، وضفت كاس ديال الليمون معصر. راكم شفتوا في الفيديو انا ما ضفتش لا السكر. اللي كيبغي الحلاوه يضيف لا السكر على حسب الذوق ديالو. صافي ضفتها في الكؤوس. هنا غادي ندوزو نحضروا العصير. عندي هنايا خيزو اللي مسلوق نص سلقه فقط البنات، ما كيسلقش بالمره، وكنصفيه ما تنديروش مع الماء ديالو بتاتا.
ضفت ليه كاس كيف ما شفتوا ديال يوغورت بنكهه الخوخ اولا المونغ. هذا درت المونغ، وضفت ليه الليمون الكافي اللي غادي يعطيني هذا القوام. ضفت السكر حسب الذوق، كيف ما كتشوفوا كيجي بحال عصيري واحسن بكثير. جربوه وردوا عليا. هنا غادي نوجد الطبيله ديالنا، صافي مبقاش الوقت. هنا الحريره المغربيه كلشي تيعرف يصوبها القياس لاننا حنا غير قلال. وصافي هنايا حطيت الطبيله ديالي كيف ما كتشوفوا، فكيجي رائع. ما بقاليش الوقت باش نصور معكم البغرير معمر. بان لي الوقت غادي يفوتني، وراكم عارفين يعني خصنا نجلسوا شويه قبل الفطور نذكروا الله. راه شهر ديال العباده، ماشي شهر نبقاو مقابلين غير الكوزينه بها. يعني حطيت وصافي. هادشي اللي تيبان لكم. في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نحضر معكم بغرير معمر تيجي لذيذ. صدقوني عطيتكم شهيوات من قلبي، شي حاجه طوب وروعه، وغادي تعجبكم من اول تجربه وما غاديش تبقاو تستغنوا عليها. الى فيديو اخر ومائده اخرى ان شاء الله، او وصفه اخرى. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.